السلام عليكم. الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه موضوع يعني ايه بسيط، حاجه بسيطه جدا. هو انا عايز اعرف دلوقتي، هو لسه في وقتنا الحالي ناس بتقشر البطاطس بالسكين؟ يعني لسه حد بيستخدم السكينه في تقشير البطاطس؟ لو انتوا بتستخدموا السكينه في تقشير البطاطس لغايه وقتنا هذا، يا ريت حد يكتب لي. انا اعرف في قشره بطاطس، في حاجات بتتحط، في حاجات جميله، في مبشره سهله جدا بتقشري بيها البطاطس جدا بسهوله جدا وسريعه جدا. اما بالسكينه ده نظام قديم قوي قوي. فيا ترى لو لسه في حد شغال على النظام دوت يكتب لي. يمكن يكون الموضوع انا مش فاهم ان لسه موجود الموضوع ده شغال. شكرا ليكم. ده بس معلومه صغيره قلت اقولها يعني ما اعرفش انتم ممكن حد يقول ان انا بتريق، والله ما بتريق، انا بتكلم بجد. لسه في ناس بتستخدم السكينه في تقشير البطاطس؟ ده موضوع شغل دماغي. يعني السيده الفاضله دلوقتي ماسكه البطاطسايه ونازله بالسكينه فيه. طب ما ده هياخد منها وقت طويل قوي، وده نظام قديم جدا يعني. المبشره في دقيقه، في ثانيه واحده بتكوني مخلصه تقشير البطاطس بيه. فهل انتوا شايفين كلامي فيه حاجه؟ ولو كده ويا ريت تقولوا لي انتوا لسه برضو بتقشروا البطاطس بالسكينه وبتقشروا الحاجات بالسكينه، الكوسه بالسكينه؟ اعرف يعني. البتنجان ماشي، البتنجان ممكن نقشره بالسكينه، اما لانه جلدته صلبه. طب انتوا ديت بتقدروا بتعملوا فيها ايه؟ يعني البطاطس، الكوسه، بتقشروهم برضو بالسكينه؟ تحياتي لكم، سلام عليكم.